أكيد بنتمنى نشوف بهالسهرة سكتشات قوية، علامات عالية، وتكون الأجواء حلوة ومشرقطة. وقبل ما نستقبل ضيفتنا الممثلة الكبيرة هالة فاخر، بنشوف كيف كان اللقاء الأول بينها وبين الكوميديين الشباب. الكل مشغول بتحضيراته، بسكتشاته، بتمارينه، وبتوصل الممثلة المصرية الشهيرة هالة فاخر. ايه الحلاوه دي؟ أنا كثير انبسطت اليوم إني أشوف هالة فاخر. أستاذ هالة فاخر حد قريب جدا من قلبنا، حد قريب جدا لينا، اتربينا على صوتها، اتربينا على تمثيلها. كثير انبسطت وقت اللي جيت. استقبالهم ليا كان استقبال حلو جدا، وحسيت بفرحه في عينيهم جدا يعني. تعرفت هالة فاخر على الكوميديين الشباب فردا فردا، وسألت كل واحد منهم عن تحضيراته. أنا مش باينة. على التلفزيون بتبقى حلوة وبتمثل حلو، وأنا شفتها شخصيا حبيتها أكتر من التلفزيون. تمام. طب انت هتعمل المره دي ايه؟ انا حالة 3 شخصيات والباقي كله هيكون تمثيل. يعني عامله از كاركتر يعني. بعد الدردشة مع المشتركين عن مشاهدهم، صار وقت يأدوا سكتشاتهم أمامها. راقبت، تفاعلت، وطبعا اختيار المشاهد اللي رح تشارك فيها منه سهل أبدا. وانا بتفرج انا كنت بفكر اخش ازاي في وسط السكتش اللي هم مكتوبين. مين المشتركين اللي قررت تمثل معهم؟ يا ريت تنقيني إنه تشتغل معي بالسكتش بقلبه 180 درجة، بس هي تيجي. هختار عندي فضول ان انا اعرف استاذه هاله اختارت مين فينا تمثل معاه. انت هختار 2، هختار 3. هختار اقول لك هختار مين. هختار لا مش هقول. هيدا اللي رح نكتشفه خلال السهرة، فاستعدوا لسهرة مختلفة مع هالة فاخر ومواهب كوميدية شابة وواعية.